حملة كلنا معك من أجل مصر، وذلك بحضور المحافظ أحمد حامد والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب. شهدت الاحتفالية عرضا لأهم الإنجازات التنموية والمشروعات القومية التي تحققت على أرض الواقع والتحديات التي تواجه الوطن، حيث تم تكريم عدد من أسر شهداء الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن. في احتفالية شعبية ومؤتمرا جماهيريا موسعا استقبل السيد اللواء أحمد حامد محافظ السويس الأستاذ سليمان وهدان وكيل مجلس النواب والأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ولفيف من القيادات بالصالة المغطاة، حيث شهد الجميع تدشين حملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة السويس، وذلك بحضور حشد هائل من أبناء المحافظة. حملة كلنا معاك من أجل مصر بصراحة منظمة بطريقة كويسة جدا. أنا ما كنتش أتخيل أن يكون هذا الزخم موجود وهذا التجمع الحاشد، لكن ده مش غريب على شعب السويس. أنا طبعا عارف ومتأكد أن أي هدف شعب السويس بيجتمع عليه بيجتمع على قلب رجل واحد، واحنا بنشوف الحس الوطني اللي عند شعب السويس. شعب السويس لما لقى أن في قائد همام، قائد شجاع، قائد حط ايده يعني حط روحه على كفه عشان يضحي بكل غالي ونفيس عشان مصر، كان مقدام، كان عطاء، وبالتالي كان يجب على ان كل شعب مصر يدله بالولاء والاحترام، لان هو الحب اللي هو زرعه النهارده احنا شايفين الروح المعنويه العاليه، شايفين كل الناس في فرحه كانه عرس بيقولوا للرئيس يا ريس احنا وراك، يا ريس رشح نفسك لرئاسه ثانيه، لان احنا عايزين اللي يكمل الرساله، اللي يكمل المهمه الصعبه اللي انت بديتها. الملحوظه اللي انا شايفها ان في تواجد كبير جدا من سيدات السويس، وانا شكرتهم وقلت لهم دول عظيمات مصر. الشباب اللي موجود النهارده انا مبسوط بيه، الحشد اللي موجود من النقابات العماليه ومن المهندسين وكل القيادات الشعبيه اللي موجوده الطبيعيه، اعضاء مجلس النواب الموجودين. حضرنا نهنئ السويس وقياده السويس ومحافظ السويس وشعب السويس، هذه المدينه الباسله الصامده التي احتشدت اليوم عن بكرة أبيها، مبايعة ومؤيدة قيادتها السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل مصر، ومن أجل وحدة الصف، ومن أجل اجتماع الكلمة، ومن أجل أن يعم الرخاء والهناء سائر ربوع مصر. تقوم أهداف الحملة على تعريف المواطنين بالإنجازات التي تمت خلال الأعوام القليلة الماضية والتحديات التي تواجه الوطن في هذه المرحلة الفارقة. الجمعية عملت حملة سمتها كلنا معاك من أجل مصر لدعم ترشح السيد الرئيس لفترة رئاسة ثانية. الحملة موجودة في كافة أرجاء الجمهورية في 27 محافظة، بتضم نخبة عظيمة جدا من القيادات السياسية والقيادات السياسية والاجتماعية والشعبية بكافة المحافظات، بهدف دعم ترشح السيد الرئيس استكمالا لإنجازاته التي لا يغفلها إلا كل من هو حاقد أو جاحد. باسم جامعة السويس أنا موجود هنا النهاردة مع أعضاء التدريس في حملة تأييد الرئيس السيسي لترشحه في لفترة رئاسة تانية، وأنا بؤيد وأدعم هذا الترشح بالأصالة عن نفسي وبالأصالة عن أعضاء التدريس الموجودين في الجامعة، لأن إنجازات هذا الرجل إنجازات كتيرة. فسيبيني أبدأ بالجيش المصري وحمايته لمصر، وما أنجب لنا من رجل يخاف على هذا البلد ويحميه بعد 30/6 واستجاب لدعوة الشعب. تم خلال الاحتفالية تكريم أسماء شهداء الوطن في العمليات الإرهابية من أبناء محافظة السويس، كما شهدت الاحتفالية والمؤتمر تلاحم كافة الفئات من أجل دعم الحملة والمبادرات التي تنفذها على أرض المحافظة. أنا شايف إن في حج كويس وتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، وندعو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويستكمل جميع مشروعاته اللي موجودة والجميلة واللي احنا حاسين بيها وشايفينها، واللي ما بيشوف مش شايف يبقى دي حاجة تانية يعني. أنا حضرت المؤتمر النهاردة عشان نؤيد ترشيح السيد الرئيس لفترة رئاسية ثانية.
السيد الرئيس بعد ما اعتمد ان 2018 هيكون عام لذوي القدرات الخاصه، بدأ يبقى فيه جوانا شويه امل ان في شيء هيتحقق على ارض الواقع. من أجل استكمال مسيرة التنمية، من أجل مستقبل أولادنا، من أجل الاستقرار والأمان، من أجل مصر خالية من التطرف والإرهاب، كان الهدف من المؤتمر الشعبي كلنا معاك من أجل مصر. من محافظة السويس، نهاد محارم، تلفزيون القناة. وفي الإسماعيلية قام ياسين طاهر